ما خطب ذلك الفتى؟ سارق ستقطع يده بعد الصلاة. ألا من مخرج آخر غير قطع اليد؟ حاولت يا مولاي، لكنه اعترف ولم يغير من قوله شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم. قد فعلت وقد صدقوا. اسمع يا هذا، فراستي قلما تخذلني، ولا أحسب أنها خذلتني في شأنك، فما إن تفرست فيك حتى رابني شيء من أمرك. يا بني، إن كان وراءك حكاية فقلها. أيها القاضي، قد انكشف لك الأمر كله، وإنني أقر به. وتدرك عقوبة السرقة وتحتملها وإن لم تكن سارقا. قد اعترفت. لا أريد أن أقتحم مخبوء نفسك وما تضمر فيها، إنما أقول لك أنكر السرقة واذكر ما يدرأ عنك حد قطع اليد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، كن مخلصا لنفسك أمينا عليها مثلما أنت مخلص لغيرك. فإن كان الأمران لا يستويان، دع عنك هذا أيها الأمير، وامضي إلى ما أمر الله تعالى به من العقاب، فذلك بما كسبت يداي. يا بني، إن اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني. أصدقني القول، لعلك لك حكاية غير السرقة، فأخبرني بها. أيها الأمين، دخلت الدار فسرقت فأدركوني. لا يقع في نفسك شك إلا ما اعترفت به لكم، وليس هناك حكاية أخرى أرويها لكم. ليقام الحد إذن. لا! توقف! رحباك أيها الأمير، توقف! لا تعجل بقطع يده قبل أن تسمعني. من أنت؟ دعني، أنا صاحب البيت الذي سطع عليه هذا الشاب. دعوه. ماذا لديك؟ قل. عذرا يا سيدي، لا أستطيع أن أبوح بسر أمام هذا الجمع من الناس. أحضر الشيخ إلى مجلسي وخذوا هذا حتى أرى أمري فيه. أمر مولانا. بلى أيها الأمير، كان بينه وبين ابنتي ما يكون من رجل عفيف يريد أن يتزوج امرأة عفيفة التقته مرات عابرة وما مسها بسوء. ما أحسبه أيها الأمير أنه قد وقع في نفسه منها ما وقع في نفسها منه أيضا. إن هذا لكلام ثقيل على نفسي أن أبوح به أيها الأمير، لكن ما كبر علي أن أكتم حقا حتى لو كان ما ظننته. ثم ما كان من هذا الرجل مثل ما يكون ممن هو في حاله. اقترب من دارنا كي يراها، وعندما أمسكناه لم يهرب ولم ينهزم، بل جمع ما قدر عليه من حاجات البيت، زاعما أنه لص سارق. عندما رأوا هذه الحال
وكانت سترا منه عليها. قالوا إنه سارق وأخذوه إليك. واعترف بالسرقة وأصر عليها. كل هذا أيها الأمير حتى لا يفضح سره معها ولا يسوءها. رمى نفسه بالسرقة لكرامته ونبل أخلاقه ومروءته، وهذا ما جعله يكبر في نظري. أكبرت هذا فيه، لكن ما أعيب عليه أنه لم يأتي البيوت من أبوابها. أدركت ذلك، فما رأيت فيه لصا سارقا. يا شيخ، قد عزمنا على تنفيذ الحكم في هذا الرجل بقطع يده، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه من ذلك لنبله، وحفظا لعرضك وعرض ابنتك، وصونا لكما من العار، فإن تأذن لي في تزويجها له. أيها الأمير، علمنا أنه مازني من تميم، وإن يكن هو يتحدر من العدنانية ونحن نتحدر من القحطانية. ويحك، أما محى الإسلام هذه العصبية وأزالها؟ أرى فيك بعض جاهلية. أيها الأمير، قد عرفت البصرة كلها بأنه لص، فكيف أزوجه من ابنتي؟ الحقيقة غير هذه. ما عرف الحقيقة إلا أنت في مجلسك. وإن عرفت وشاعت بين الناس في البصرة، يكن في ذلك أيها الأمير فضيحة لابنتي. ولن أزوجها ممن سار في فضحها. يا صاحب الشرطة، أمر مولاي. مرهم من يطلقوا سراح الرجل من حبسه.